في ناس الحياة بتكسرهم مرة وخلاص، وناس الحياة بتكسرهم 1000 مرة لحد ما يختفوا. شفيقة كانت واحدة منهم. شفيقة كانت بتغني أغنية اسمها غلطة مين، وبعد سنين اكتشفت إن الأغنية دي بتحكي قصة حياتها. بس دي ما كانتش أغرب حاجة في قصة شفيقة. ياللي في حبك كنت ضحية وبكيت بالحق عليا. ياللي في حبك كنت ضحية وبكيت الحق عليا. تعرف ايه اكتر حاجة غريبة في الغنى؟ ان الواحد ممكن يغني مستقبله من غير حتى ما يعرف، يقف على مسرح يقول كلام، وبعد سنين في المستقبل يكتشف ان اللي قاله زمان ده هو حياته فعلا دلوقتي. وشفيقة عاشت السؤال اللي غنته. انا محمد وده برنامج كوكتيل. تعال نخش جوه الشريط ونشوف ايه الدنيا. تعال اقول لك قصة الست اللي شالت ياما ناس، ووقت ما وقعت ما لقيتش واحد بس يشيلها. شفيقة محمود عطا اتولدت سنة 1957 بمحافظة الغربية بطنطا، وابوها كان عازف اكورديون. يعني الموسيقى هنا ما كانتش هواية، دي كانت لغة البيت. وفي سنة 1970 وهي مجرد عندها 13 سنة بس، أبوها خدها على مسرح فرقة ليالينا، ومن وقتها بدأت تغني في الأفراح. مش حفلات في فنادق كبيرة، مش مسارح كبيرة، لكن في أفراح الشوارع. كراسي الخشب، السماعات اللي بتصفر وتزن في الودان، عيال نايمة على الترابيزات، والناس اللي جاية ترقص عشان تنسى. وهنا مش قصدي ترقص. وهناك شفيقة بقت نجمة. وفي 1980 سجلت أول ألبوم ليها، وبعدها المكنة اشتغلت. صوتها ما كانش شبه صوت أي ست وقتها، كانش ناعم، ما كانش رقيق، كان صوت عارف الحياة كويس. الناس اللي شافوها على المسرح كانوا بيقولوا عليها ظاهرة. والحاج جمال أبو حشمة اتقال والله العظيم لو الفرح فيه 100,000 واحد، وده كان بيك فان يعني لشفيقة، كانت قادرة تخليهم كلهم يتنططوا وتحسسهم إن هي بتغني لكل واحد فيهم. هنا وصف صوت شفيقة بحاجة كانت غريبة أوي على الوسط الفني ساعتها. قال إن صوتها بيدوب الجلطة في القلب. يعني لو واحد مريض عنده جلطة، صوت شفيقة هيسمعه هيدوب الجلطة في القلب. ولا دكاترة ولا طب ولا 7 سنين ولا بقى الهري ده كله. وده تقريبا أدق وصف ممكن يتقال في أغنية شعبية أو لمغنية شعبية. يا ابن العنب يما قطف يا حب واللي استوى. شلت العنب يما من خوفي عليه من الهوى. يا ابن العنب يما قطف يا حب واللي استوى. شلت العنب يما من خوفي عليه من الهوى. يا خوفي عليه من الهوى. غلطة مين؟ الأغنية دي مش مجرد أغنية حب، دي ست بتحاسب نفسها وبتحاسب الدنيا معاها. شفيقة لما بتقول غلطة مين هي مش بتسأل حد، دي بتسأل عن عمر كامل ويمكن نفسها. وهو ده سر الأغنية، إنها عمرها ما كانت ضعف، دي واحدة قوية بس الزمن هداها. شفيقة ما كانتش مجرد بتأدي الأغنية، كانت بتتكلم من جواها. عشان كده كل واحد كان بيحس إن هي بتتكلم بلسانه، بتتكلم ليه هو. قال عليها أم كلثوم الأغنية الشعبية، وهي فعلا زي كانت أم كلثوم بس في أفراح الشوارع. في التسعينات شفيقة كانت في البرايم بتاعها، وقتها غنت أغنية مهمة جدا اسمها قمر زماني. ودي كانت أغنية مهمة جدا في تاريخها، لأنها مش كانتش عبارة عن أغنية وجع، ده جبروت امرأة. دي واحدة ست شايفة نفسها بتقول قمر طالب حلالها وعايز يتجوزها، مرضيتش، نزل لها قالت له لأ، تناكة مفيش بعد كده. لا وإيه، كل الناس بيروحوا يشتكوله، باتوا محيرة الليل بطوله، وهو نزل وحكالي ما أنا اللي فيهم بالعند فيهم. جبروت. انا اللي فيهم العين فيهم. مش غرور، دي واحدة واثقة من نفسها. ده اللي كان محبب الناس فيها. كانت قوية بطريقة تخلي أي حد يصدقها. بس الحقيقة شفيقة ما كانتش قوية كده لنفسها بس. الست دي كانت بتصرف على أكتر من 100 شخص، أهل، قرايب، بيوت كاملة مفتوحة بسببها. أختها عزيزة قالت هي اللي جوزت عيالنا كلهم، فلوسها كانت رايحة لينا ولغيرنا مش ليها. تخيل تبقى شايل عيلة كاملة، أكيد طبعا الناس هتشوفك قوي بس لحد ما تقع. الغريب إن شفيقة ما كانتش بس بتغني وجعها، هي جاي بيشكي. دي أغنية لواحد جاي بينهار، بس هي فاهمة كل حاجة وعارفة، فاهمة التعب وفاهمة الخذلان وفاهمة يعني ايه تبقى شايل فوق طاقتك. فانت جاي بتشكي لي انا ما انا اعمل ايه؟ عشان كده الناس ما كانتش بتحس ان هي مجرد مطربة، لا بالعكس، في حد سامعهم وبيتكلم عن مشاكلهم. ويمكن دي كانت مشكلة ساعتها، لان اللي بيشيل اوجاع الناس كلها لما بيقع محدش بيعرف يشيل اوجاعه. وفي 2010 شفيقة جالها جلطة، جسمها وقف وصوتها تقريبا ابتدى يروح. الست اللي كانت بتشيل بيوت كاملة بقت محتاجة اللي يشيلها. ساعتها شفيقة كانت متجوزة واحد، واقنعها ان هي تبطل غنى ويفتحوا محل سمك في اسكندرية. وطبعا الموضوع فشل وسابها ومشي. وساعتها لما وقعت أهلها طلبوا منه يساعدوها، ضحك واستهزأ بالموضوع ورفض يساعدهم.
دي ساعتها الأغنية بتاعت غلطة مين ابتدت تبقى مخيفة مش بتتحقق. بس ساعتها برضو شفيقة ما نزلتش من على المسرح، مش اوبشن. الدكتور من كتر حبه فيها وهي صعبانة عليه حالها قال لها قومي يا شفيقة انزلي وغني، انت ما فيكيش حاجة. وقامت ولبست ونزلت وغنت وهيصت مع الناس، مش عشانها، عشان الناس اللي محتاجاها والبيوت اللي مفتوحة من وراها. ورجعت على السرير تاني، لأن المسرح هو آخر حاجة لسه عايشة جواها. وفي مايو 2011 شفيقة رفعت إيديها الشمال واتشهدت ومشيت عن عالمنا. يمكن شفيقة عمرها ما عرفت إجابة السؤال غلطة مين، أنا ولا أنت؟ غلطة مين؟ بس المؤكد إن هي كانت بتغني لكل الناس، بس محدش عرف يغني لها. ويمكن دي كانت غلطة الكل. وفي ناس لحد دلوقتي أول ما تسمع صوتها تحس إن أخيرا حد قال اللي جواك.